حبايب قلب صف ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نسمي مع بعض ونعمل مع بعض الفراخ والرز في حله واحده، بس مش تاخد مننا وقت خالص والاكل هتعجبكم وبسيطه. وعملت جنبيها انا سلطه الدقوس، لو حبيتوا تعرفوا طريقتها بلغوني. نبدا كده هنجيب حله نحط فيها اي ماده دهنيه، معانا حبهان وورق لورا وليمون مجفف وقرفه، هنقلبهم وريحتهم كده تطلع، وقرنفل كمان معانا ريحتهم كده. اول ما هتطلع هننزل بالفراخ بعد ما غسلناها كويس قوي ولازم تتنقع كده في ليمون، انا بنقعها في ليمون وجنزبيل. لو عايزين تعرفوا طريقه غسل الفراخ قولولي. هنفضل بقى نقلب ونغطي عليها ونقلبها على الجنبين لحد ما تدي معانا لون حلو قوي. هتشوفوه دلوقتي، شايفين اللون بجد حلو جدا. وريحه يا جماعه، البهارات اللي احنا حطيناها في الاول دي البسيطه دي بتخلي ريحه الاكل جميله خالص لما تحطوها في زيت سخن. شايفين اللون؟ هنفضل بقى نقلب ونغطي كل شويه لحد ما تبقى معانا اللون ده. هننزل بقى ببصلايه انا مقطعاها صغير خالص. البصل زي ما انتوا عارفين بيبقى مسكر وبيخلي طعم الشوربه مختلف نهائي. وهنفضل نقلب. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو واحنا بنقلب اهو دلوقتي، شايفين؟ وبعدين هنخلي بقى ايدينا فيها على طول، ايدينا ما نسيبهاش، كل شويه نغطي ونبص عليها ونرجع لها. دلوقتي بقى انا هفضل برضو هحط بقى الميه بتاعتي السخنه من الكتل وهنقلب. هحط دلوقتي معلقه ملح عشان انا ما حطيتش ملح خالص، وهغطي عليها بقى اسيبها تستوي. اهم حاجه ما تنسوش الفراخ، انا الفراخ بتاعتي قعدت نص ساعه او اقل كمان، بحيث انها عشان كانت صغيره. انتوا بقى لو الفرخه كبيره لازم كل شويه تبصوا عليها وتتاكدوا انها استوت. هي استوت معايا، طلعتها من الحله بتاعتي وصفيتها كويس قوي من الشوربه. حطيت معلقه كركم عشان خاطر انا هعمل رز اصفر كده بالكركم. وفي نفس الحله انا ما عملتش اي حاجه خالص، ولا وسخت مواعين ولا اي حاجه. هقلبه كويس وادوق، طبعا لازم تدوقوا. ودلوقتي الفراخ جبتها، حطيت معلقتين كاتشب ورشه زيت صغيره وفلفل اسود، دهنت بيها الفراخ بتاعتي كويس قوي. وهحطها دلوقتي على الشوايه. طلعت بالمنظر ده في ثواني، هي تقعد بالظبط 10 دقايق معاكم. بعدين بقى هنروح نشوف الرز بتاعنا، نبص كده نشوفه استوى ولا لا. طبعا هو استوى بجد يا جماعه، مفلفل خالص والشوربه مدياله طعم مسكر جدا. غرفنا بقى الطبق بتاعنا، ودي الفراخ بجد الكاميرا ظلماها خالص، ده هي تحفه في الحقيقه، يعني شكل ولون وريحه وكل حاجه. هنبتدي بقى ندوق دلوقتي. فظيع يا جماعه بجد. وبعد كده شايفين مستويه معانا ازاي وطريه بجد جدا، يعني حتى ما كانتش ناشفه معايا خالص. ودي سلطه الدقوس انا كنت عاملاها معاهم، لو حابين تعرفوا طريقتها تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي وانا هعملها لكم، مش هتاخر عليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، وقولوا لي حابين نجرب ايه مع بعض وهنعمله سوا. بس كده، باي باي.